حكايتنا النهاردة حكاية من أجمل الحكايات. في يوم من الأيام كان هناك فيل ضخم ماشي في الغابة وحيد وحزين، وهو بيبص على الطيور وهي بتطير في السما بحرية بخفة ورشاقة، ويبص حواليه يلاقي حيوانات بتجري في سعادة زي الخيول والظباء والنعام. فكان بيزداد شعوره بالضيق والحزن، وكان بيتضايق جدا لأنه الوحيد اللي مش قادر على الطيران في السماء أو الجري بسرعة على أرض الغابة. قعد الفيل الحزين يفكر في حيلة يعملها علشان يتمكن من الطيران، لكن إزاي وهو ضخم ووزنه تقيل؟ وقف الفيل فوق أضخم وأقوى شجرة في الغابة، وربط رجليه قدامه بجناحين صنعهم من ريش الطيور. نط الفيل وهو متخيل إن الهوا هيتحمله، لكن النتيجة إنه وقع على الأرض بقوة. ضحكت عليه الحيوانات والطيور. شافته البومة الساحرة من بعيد، فقربت منه وعرضت عليه إنه يجيب ليها الطعام الكتير مقابل إنها تلاقيله حل لمشكلته باستخدام سحرها العجيب. وفعلا الفيل جاب للبومة كل اللي طلبته، وطلب منها إنها تحوله لظبي سريع ورشيق. فضربت البومة بعصاها السحرية على جسمه الضخم، فتحول في نفس الوقت لظبي جميل ورشيق. فضل يجري بسرعة في فرح وسعادة، وهو بيغني وفرحان وبيقول: اليوم ده يوم جميل، أصبحت ظبي رشيق. فضلت الحيوانات تتساءل عن غياب الفيل الضخم، وهو يبص ليهم وهو بيضحك في سخرية. وفجأة شاف نمر جعان شرس بيتبعه في إصرار. جري المسكين بسرعة هربان من النمر لحد ما وصل الكهف اللي بتعيش فيه البومة الساحرة. فسألته في دهشة: ايه اللي حصل؟ قال في خوف: انا مش ظبي، انا الفيل المسحور، انقذيني وحوليني لنمر علشان ما يقدرش اي حيوان مفترس ياكلني. ساعدت البومة الفيل وحولته من ظبي لنمر. خرج بسرعة من الكهف وقعد يتمشى من جديد في فرح وسعادة، وهو بيغني ويقول: أنا نمر قوي وشجاع ومحدش يقدر يحاربني. وفجأة شاف الفيل إن هناك مجموعة من الصيادين بيبص عليه ويقولوا إن جلد النمر جميل ورائع. قعد يجري منهم لحد ما وصل من جديد لكهف البومة الساحرة، وطلب منها إنها تحوله لأسد لملك الغابة. فحولته البومة لأسد. خرج الفيل على هيئة أسد سعيد ومسرور وفرحان وبيقول: أنا الأسد ملك الغابة. وقعد يزقر بشجاعة بصوت مخيف. وفجأة شاف جنبه أسد تاني بيقول في غضب: أنا ملك الغابة، مش أنت لازم ترحل من هنا في هدوء وإلا قتلتك. فضل الفيل إنه يمشي بعيد في سلام، لكن كان حزين وحاسس بخيبة أمل كبيرة. وفجأة لقى نفسه في شبكة الصيادين، فسألهم في دهشة: انتوا عايزين مني ايه؟ فقال واحد منهم: عايزين ناخدك لحديقة الحيوانات ونحطك في قفص الأسود. اتفزع الفيل وقعد يقول: لكن أنا مش أسد، أنا فيل، أرجوكم ما تاخدونيش، ما تحطونيش في قفص، سيبوني حر. ضحك الصيادين وكملوا طريقهم
وسابوه محبوس في الشبكة لحد ما شاف فار صغير بيقرض في الشبكة لحد ما قطعها. خرج الفيل من الشبكة بسرعة بعد ما شكر الفار. راح بسرعة للبومة الساحرة وطلب منها ترجعه من تاني فيل ضخم، ووعدها إنها تكون المرة دي آخر مرة. اتعجبت البومة وقالت: لكن انت كنت متضايق من طبيعتك. قال الفيل: لكن أنا دلوقتي عرفت قيمتها وعايز أرجع فيل من تاني. مش هزعل أبدا ولا هتضايق من خلقتي اللي خلقني عليها ربنا، وأنا دلوقتي بحب نفسي زي ما كانت عليها. رجعت البومة الساحرة لصورته الأولى. خرج الفيل ومشي في الغابة وهو بيردد ويقول: أنا فيل طبيعتي جميلة، ولو تخليت عنها عمري ما هصبح أي شيء. خلصت حكايتنا النهاردة، لكن لسه في حكايات كتيرة. استنوني في يوم جديد وحكاية جديدة من حكاياتنا أجمل الحكايات.